السلام عليكم ورحمة الله. الناس نزل عليهم خبر وفاة اليوتيوبر سلمى التيبو كالصاعقة. هاد السيدة هادي اللي كان عندها جمهور كبير توفات إثر مضاعفات ديال العملية اللي قامت بها ديال تغيير المسار. هاد العملية ديال تغيير المسار كيديروها الناس باش أنهم يحصلوا على جسم رشيق وتغير الشكل ديالهم. توفات السيدة من بعد هاد المضاعفات، إنا لله وإنا إليه راجعون، وتعازينا للعائلة ديالها جميعا. لكن العبرة من الوفاة ديال أي شخص كيفما كان نوعه، وخاصة هاد السيدة هادي كان عندها جمهور كبير، ولكن كيقولوا الناس بأنه عدد كبير من الناس المتابعين ديالها كانوا كيتنمروا عليها. للأسف الشديد هي مشات باش دير هاد العملية كي تغير من شكلها إرضاء للناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرك للأسف. إذا شنو وقع هو أن هاد السيدة مشات باش الناس يبعدوا من التنمر عليها. مشات دارت هاد العملية ديال تغيير المسار، وكاين عمليات أخرى ديال التكميم كذلك حتى هي كتخلي الإنسان أنه يكون رشيق. أنا ما غاديش نتحدث على كيفاش توفات أو إلى أي شيء. السيدة مشات إلى رحمة الله، نتمنوا لها العفو والمغفرة، ولكن حنا بغينا ناخذوا العبرة. الآباء وأولياء الأمور والأمهات، الله يجازيكم بخير، ردوا بالكم على وليداتكم، راه ممكن يتعرضوا للتنمر بطريقة غريبة اللي غتخليهم أنهم ما يبقاش عاجبهم حالهم، ويقدروا يمشيو في مسارات اللي لا تحمد عقباها. لهذا كنقول الآباء وأولياء الأمور والأمهات يديروا مجموعة ديال التصرفات مع وليداتهم، لأن وليداتهم هشاشين، وليداتهم ما واقفينش على أرجل من فولاذ. يمكن يتغير المسار ديالهم فقط بكلمات أو إشارات أو إطارات من هذا أو من ذاك. لهذا كنقول الآباء باش أنه يردوا البال في وليداتهم، ويحاولوا يوعيوا وليداتهم على التنمر والاشكال ديالو وانواع الايذاءات ديالو الجسديه والالكترونيه واللفظيه والجنسيه وغيرها، ويأكدوا للولد بان راه ماشي الخطا ديالو هو، الخطا راه ديال المتنمرين. اما هو خصو يتقبل راسو كيف ما هو، ويدافع على راسو، ويبقى داك الشخص الواثق من نفسه. كما ان من الاباء يقوموا بواحد المهمه، هو انهم يعززوا الثقه بالنفس عند وليداتهم. من خلال شنو؟ من خلال أنه خلّي ولدك يمارس الرياضات اللي كتعجبو، خلّيه يتبع الهوايات اللي كيتقن واللي عزيزة عليه، لأن هاد الشيء غيخلّي دائرة المعارف ديالو والأصدقاء ديالو غتكبر، وغيعرف أصدقاء ديالو في المجال ديال الاهتمامات ومجال ديال الهوايات ومجال ديال الرياضات اللي كيبغيها. كذلك حاولوا تدخلوا في حوارات دائمة مع وليداتكم، الله يجازيكم بخير. حنا كناخدو غير العبرة من الوفاة ديال أي شخص. دخلوا في حوارات جميلة مع الوليدات ديالكم. ولدك ملي يجي من المدرسة أو يجي من أي بلاصة تناقش معاه، سولو شنو هي أجمل حاجة شفتي اليوم، أشنا هي أصعب حاجة عشتيها اليوم، شنو هي أقبح حاجة شفتيها اليوم. هذا الحوار كيخلق مع الولد واحد تدي معاه وتجيب في الهضرة، وتيقول لك شنو هي الحقائق اللي تعرض ليها، اللي ممكن انت كتصنفها واش تنمر ولا غير أمر عادي، وكتعاون الولد ديالك. وكذلك كنطلب من الآباء وأولياء الأمور والأمهات يردوا البال لوليداتهم ويراقبوا وليداتهم أشنو كيشوفوا في الانترنت. هاد السيدة اللي توفات سلمى الله يرحمها تعرضت للتنمر عبر الانترنت، عبر القناة ديالها الشخصية. للأسف الشديد ردوا البال لوليداتكم وشوفوا واش كيشوفوا، شنو كيتبعوا، شنو هي الاشياء اللي غاديين موراها، مع من تيهضروا، واش كيصيفطوا معلومات خاصه، واش كاين هناك ابتزاز او اي شيء. وديروا ما يسمى بالمراقبه الابويه على الانترنت، ما فيها باس ديروا هذا الشيء، لان مصلحه ولادكم اولا واخيرا. اذا كنطلب منكم وكنتمنى انكم توقفوا مع وليداتكم باش ما يحصلش هذا الشيء اللي كيحصل الان. نغيروا الشخص ديالنا أو الشخصية ديالنا من أجل إرضاء الآخر، ماشي شي حاجة صحيحة. للأسف الشديد علموا وليداتكم يتقبلوا الذوات ديالهم كما هي، ويبغيو الناس كيف ما هم. أحسن حاجة علموا وليداتكم أنهم ينفعوا الناس باش ينساو بزاف ديال الأشياء، وينقص التنمر في المجتمع ديالنا. التنمر كارثة، غيموتوا بزاف ديال الناس بالتنمر وماتوا قبل. لكن التدخل ديالنا هنا كآباء كأولياء كأمور الوليدات واجب. تحياتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.